الظاهر أنه حرب ما يسمون بالمؤثرات الجزائرية مستمرة، إما لتكسير البعض للاستمرارية أو خلق جدل لتداول أسمائهم. ويبدو أن المؤثرة مايا رجيس سيستمر تداول اسمها كثيرا، خاصة بعد الطريقة المستفزة التي مهدت بها لنزع حجابها. مايا رجيل هي الآن في مرمى اتهامات خطيرة من قبل لينا كلاس أو العقرب كما تلقب، حيث نشرت هذه الأخيرة عنها حقائق صادمة تورطها مع العديد من زميلتها المؤثرات، حيث لم تتردد لينا في الدخول في عرض مايا متهمة إياها أنها خانت زوجها، الأمر الذي بسببه حدث الطلاق، ونحن لا نخوض في هذا. كما اتهمتها أيضا أنها ذهبت لخطيب بشرى بن عياش اللي انفصلت عنه وطلبت منه أن يعطيها أي فضائح عن بشرى. لأنها قالت أيضا أن مايا رجيل رفضت تواجد سيليا الإمام معها في عنابة، وقالت علاش عرضت 300 أورو، وغيرها من الفضائح الأخرى اللي حكت عنها لينا كلاس. ونحن من هذا المنبر ننقل فقط ولا نؤكد شيئا. من جانبها سيليا الإمام استقبلت ما قيل في حقها بالبكاء. اسمعيني مدام مايا رجيل، أنا أقسم بالله أشرف منك وأشرف من الناس اللي تعرفيهم، باش بغيت نفهمك. راه عندي وليدات، ما خفتوش ربي فيا واحد، ما خاف فيا ربي في الميليو تاعكم. انا علاش خلاص، علاش ما وليتش ندير لي ستوري، علاش ما ولي، علاش جو فورس با بو فيغ دي ستوري، علاش باسكو تعرف الميليو هذا كيفاش داير، واحد يحسد واحد يكره واحد انا ماشي دايره هكا، يعني حقرتوني، انا ماشي دايره هكا، انا خاطيني وخاطيكم، انا بها زعما حقرتوني، كل واحد واش ما خلى فيا، كل واحد علاش عيب على بالكم بلي اقسم بالله غير تخلصوها عند ربي غالي، ونوكل عليكم، انا نوكل عليكم ربي ليل ونهار. انا ما نقولك كي غيرك كي يهضروا كي كاع حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ما نقدرش نفتح وحده، ما نقدرش زعما هكا وحده مسكينه، ما نقدرش ندير لها هاد الصوالح كاع. علاش وجدكم عبالك بلي هبلتوني ولا ما على بالكمش؟ على بالكم راه بلي راني في عامكم بلي طلقت نطلق ولا يشوفني. علاش سي سا باش وحده كي تطلق تطلقوا انا وتزيدوا تكملوا عليها، تزيدوا لي ريسبونسابيلتي عليها، كلشي اللي عليها تزيدوا تكملوا عليها. حبي دخلتوني في ديبرسيون، دابا وليت نشرب الدواء، وليت نديرهم ابا كبلتوني وما فيهمش فال. خلاص خطوني شويه، خلوني نعيش، خلوني نعاود جو ريبخون ما في نورمال.